السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن توزيع ذات الحدين. تجربة ذات الحدين. تجربة ذات الحدين هي تجربة عشوائية تحقق الشروط التالية: تتكون التجربة من عدد النون من المحاولات المستقلة أو المتماثلة. المحاولات المستقلة تعني أن نتيجة كل محاولة لا تؤثر ولا تتأثر بنتائج المحاولات الأخرى. كل محاولة يكون لها ناتجين فقط، يا إما نجاح أو فشل. احتمال الحصول على أحد الناتجين يكون ثابتا من تجربة إلى أخرى، وسوف نرمز لهذا الاحتمال بالرمز لام. وتسمى كل محاولة من محاولات التجربة بمحاولة برنولي. توزيع ذات الحدين. طيب، عندنا القانون ده يا ولاد بيقول لي احتمال السين بيساوي س بيساوي د س بيساوي ن قاف س لام أس س واحد ناقص لام الكل أس ن ناقص س. طيب تعال برضو هنتعرف على شوية حاجات كده. عدد المحاولات نرمز له بنون. مجموع قيم الممكنة المتغيرة عشوائي س. عدد مرات النجاح من نون في المحاولات س. احتمال النجاح لام. احتمال الفشل واحد ناقص لام، يعني الكل ناقص الجزء الجزء بتاع الفشل. يسمى توزيع المتغير عشوائي س بتوزيع ذات الحدين للمعلومتين لام ونون. خدوا بالكم برضو يا ولاد اللي اوضح لكم. اللام والنون دول النون بتاعتنا دي بتعبر عن عدد مرات القاء التجربة، واللام الاحتمال، زي لسه كنا متعرفين دلوقتي على الموضوع ده. تعالوا طب نشوف مثال كده، نحل مثال نفهم اكتر. بيقول لنا اذا كان س متغيرا عشوائيا ذا حدين ومعلمتاه هما نون. اعطينا نون يا ولاد ولام. اعطينا نون ولام. شوفوا ازاي نركز في السؤال. هو مدينا نون ومدينا لام، فأوجد لام س بتساوي 2 ولام س أكبر من أو يساوي 2 وأصغر من 4. أول حاجة يا ولاد نيجي نحط القانون بتاعنا تدريجيا كده. هاجي أقول د س بتساوي نون قاف س لام س ضرب واحد ناقص لام نون ناقص س. طيب هو أول حاجة عايز مني احتمال السين بتساوي 2. ماشي، نقول د 2 بتساوي، ونبدأ نعوض يا ولاد واحدة واحدة. نبدأ نعوض واحدة واحدة. شوفوا ازاي دلوقتي هنيجي نشيل بقى كل رمز ونحط قيمته. كل رمز ونحط قيمته. هنيجي نقول 8 بدل ما كان النون 8 قاف 2 ضرب 2/10 أس 2 ضرب 1 ناقص 2/10 أس 8 ناقص 2. تمام لحد كده. لو دخلنا المقدار ده كله على الآلة يا ولاد هيدينا بالتقريب كده 294 من 1000. 8 قاف 2 دي ندخلها على الآلة 8 شيفت تقسيم 2 يطلع لنا الناتج بتاعها للناس اللي مش عارفة الطريقة. بعدين يا ولاد هنيجي نكمل. بيقول لي اوجدي لي الاحتمال بتاع س أكبر من أو يساوي 2 أو أصغر من 4. تمام، نيجي كذلك الأمر. يبقى أنا هجيب د 2 زائد د 3 لأنه قال لي أصغر من 4، ما قاليش هو أو يساوي، كنا أخدنا الأربعة. طيب هنيجي نعمل ازاي؟ ادي د 2 أبدأ أعوض في القانون بتاعي عادي جدا. ادي 8 قاف 2 ضرب 2/10 أس 2 ضرب 1 ناقص 2/10 أس 8 ناقص 2. هندخل المقدار ده على الآلة هيدينا 294 من 1000. تمام. طيب بعد كده هنيجي نجيب الدال 3. يبقى 8 قاف 3 2/10 أس 3
1 - 2 من 10 أس 8 ناقص 3. هندخل المقدار ده كله يا ولاد، هيبقى 147. وبرضو خدوا بالكم عندنا الجدول، جدول ذات الحدين، التوزيع الاحتمالي. ينفع ان احنا نجيب من الجدول، يعني نجيب القيم. هوريها لكم ازاي. تعالوا نشوف من تكملة الحل هنا. طيب هنقول اذا هنجيب بقى احتمال كله اهو، س اكبر من او يساوي 2 واصغر من 4 تساوي، اجيب بقى اللي ايه النواتج اللي عندي واجمعها مع بعض. يبقى 294 من 1000 زائد 147 يساوي 441. كده انتهى الحل بتاعنا. طب تعالوا نشوف مثال تاني. بيقول لي في تجربة إلقاء قطعة نقود متماثلة 8 مرات، احسب احتمال ظهور الصورة 5 مرات. تمام، يبقى أنا عندي كده اللام ادي هنا، هنطلع اللام تساوي نصف، والنون طبعا بتساوي 8. تمام، اجي احط القانون بتاعي اللي هو د س بيساوي نون قاف س لام س 1 ناقص لام الكل أس نون ناقص س. طيب هنيجي نجيب الدال 5 دي ونيجي معوضين بقى، ونشيل كل رمز ونسكن الرقم بتاعه. ادي 8 قاف 5، وادي 5/10 أس 5، 1 ناقص 5/10 أس 8 ناقص 5. هندخل المقدار ده كله على الآلة، هيطلع لك ب219 من 1000. تعالوا نشوف مثال تاني. بيقول في تجربة إلقاء قطعة نقود متماثلة 10 مرات متتالية، احسب احتمال ظهور الكتابة 5 مرات. طيب كذلك الأمر، هنقول اللام بتساوي نصف طبعا. طيب والنون هنا اتغيرت معانا 10، هاجي احط القانون د س بيساوي نون قاف س لام أس س 1 ناقص لام نون ناقص س. اجي اقول د 5 بيساوي 10 قاف 5، وهنا 5/10 أس 5، 1 ناقص 5/10 أس 10 ناقص 5. دخل المقدار ده كله هيبقى 246 من 1000. طيب شوفوا برضو، هنشوف جزئية يا ولاد، التوقع والتباين لتوزيع ذات الحدين. طبعا انتوا حافظين معايا دايما اقول لكم اللي اساسه قانون مضمون. ليه؟ لان احنا بنطبق القانون بس يا ولاد، بنطبق القانون وبننفذه. بيبقى انت مش بتجود من عندك اي حاجة. اول حاجة بيقول التوقع ميو بيساوي نون ضرب لام، التباين سيجما تربيع بيساوي نون ضرب لام ضرب 1 ناقص لام، الانحراف المعياري سيجما. طيب تعالوا نشوف مثال كده سريعا على الجزئية دي. بيقول ينتج مصنع سيارات 350 سيارة يوميا. تمام. طيب إذا كانت نسبة إنتاج السيارة المعيبة 2/100، فأوجد التوقع والتباين والانحراف المعياري لعدد السيارات المعيبة في يوم واحد. طيب أول حاجة أنا عندي التوقع ميو يا ولاد، القانون بتاعه ايه؟ بيقول لي نون ضرب لام. طب انت عندك النون هنا اللي هو العدد اللي هو 350 ضرب لام اللي هو 2/100. تمام، تيجي تضرب تدخل على الآلة هيطلع لك الناتج 7. تمام. التباين سيجما تربيع بيساوي نون، احط القانون يا ولاد ضرب لام 1 ناقص لام، اروح اطبق بس. ادي 350 ضرب 2/10 ضرب 1 ناقص 2/100، هنا 2/100 يا ولاد. تمام، اجي ادخل المقدار ده كله على الآلة هيديني 6 صحيح و86 من 100.
اجي اقول الانحراف المعياري. الانحراف المعياري طبعا ايه؟ سيجما. طب ما احنا عارفين الانحراف المعياري بيساوي ايه؟ جذر التربيع للتباين، يبقى جذر 6 و86 هيساوي تقريبا كده 2.62%. كده انتهينا من الحل. يبقى كل الفكرة بس يا ولاد ان انا حطيت القانون بتاع التوقع وطبقت عليه التباين وطبقت عليه الانحراف المعياري وطبقت عليه، وهكذا. ان شاء الله انتظر الحصة القادمة حل التمارين الموضوعية. اشوفكم على خير ان شاء الله، ولو في اي استفسار التواصل على الرقم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.